عايز اسالكم سؤال بقى مهم جدا، هل ممكن فرقه افريقيه في يوم من الايام تشيل كاس عالم؟ ليه لا؟ وانت عندك فعلا فرقه كويسه، يعني انت النهارده لما بتتفرج على فرقه السنغال كلهم بيلعبوا في الدوري الاوروبي، في الدوريات الاوروبيه. انا بتكلم هم 80% دوري انجليزي، يعني بكره يعني فكره الدوري الاوروبي حاجه وهم بيلعبوا الدوري كافراد، لكن الشكل خلي بالك بكره ماتش دوري الجماعي انجليزي، هو ده الاهم. بكره السنغال وانجلترا ده ماتش دوري انجليزي. ايوه انا بشوف ان الموضوع صعب جدا على منتخب انجلترا، لو الناس فاكره 7 بيلعبوا في الدوري الانجليزي، يعني المنتخب الانجليزي وجاي ساوث جيت، يعني مورس هو نفسه قال الماتش صعب. لكن هي فكره انك تلعب لعيبه بتلعب في انديه في اوروبا ان هم يبقوا ياخدوا كاس عالم كمنتخب افريقي، دي مش سهله، مش لا توصل للنهائي حتى. هو غانا كانت هتعملها في 2010. كان في 2010 كان غانا ووصلت ابعد من كده. كابتن احمد رايك ايه؟ يعني ليه يعني ما ليه منتخب لا ممكن زي ما الكابتن الكابتن بيقول لك، لا المغرب والسنغال فرقتين عندهم شخصيه في الملعب، وبعد كده انت كل خطوه بتاخدها ممكن بتديك ثقه اكبر، وبعد كده ده اكتر كاس عالم حصل فيه مفاجآت. لو انت بصيت لطريق الاثنين، انت المغرب اسبانيا، المغرب هتلعب اسبانيا، المغرب اسبانيا بعد ما تلعب اسبانيا هتلاقي الفرقه اللي بعدها البرتغال. صحيح. يعني البرتغال لو كسب سويسرا والمغرب كسب اسبانيا هيلعبوا بعض. يعني انا لو يعني بالفريق بتاع المغرب ده، انا كلاعب يعني لو بلعب في المغرب بالشخصيه دي وباللعيبه دي والناس اللي يعني بالقصه والدعم الجماهيري اللي هيبقى موجود كمان ممكن اوصل عادي في قطر. يعني مش هبقى خايف، يعني مش هخاف ولا من البرازيل ولا بكل المفاجآت اللي حصلت دي. صح، فاهمني؟ المستويات متقاربه الحقيقه. وانا بقول انا مستويات انا شايفها متقاربه. هي فكره الفرق الكبيره بس في وقت معين بتقدر تتماسك، لكن لو خطفتها في فرق ما بتعرفش ترجع بالرغم ان هي كبيره، وده حصل على فكره في الادوار. ليه المغرب ما كسبت بلجيكا؟ بلجيكا اقوى ولا اسبانيا؟ بلجيكا، واحنا كنا بنقول مصنف تاني كافراد في البطوله دي اسماء فقط، لكن انت واحنا كنا شكل جماعي لا، احنا كنا بنتكلم قبل بلجيكا طلعت الاخير في المجموعه بتاعتها ماشي اوكي، بس احنا كنا بقول لك قبل، لا انا بقول لك قبل كاس العالم، قبل ما نشوفها. انت كسبتها مش على المصنف الثاني، يعني انت مصر كسبتها ماتش ودي والمغرب كسبتها، يعني انت قادر ان انت تكسب. يعني اسبانيا مش اقوى من البرتغال من بلجيكا، لكن تقدر تكسبها وتعمل سكور وممكن توصل. مين الفرقه اللي ممكن تشوفها في افريقيا ممكن تشيل كاس عالم؟ كاس عالم ده تشيل كاس عالم بشكل عام. ممكن انا اقول خليني في بالي ان انا لا يعني عامه قدرات فرقه في قاره افريقيا تشيل كاس عالم. هو انت عايز بصراحه يعني هو هم دول احسن فرقتين موجودين في افريقيا دلوقتي. يعني ايه وجهه نظر يعني انا ما اعرفش يعني كل واحد ليه وجهه نظر، بس انا بالنسبه لنا السنغال والمغرب يعني ممكن يعملوا كده. لا ده بصراحه يعني حقهم الطبيعي في الليفل اللي هم فيه. كابتن وداب قول لي. ما انا بقول لك لا قول لي فرق. انا بكلمك اتمنى المغرب قدرات منتخبات. انا بقول لك ما انت قلت يا فاروق كاس العالم، بس ده بيوريك ان اسبانيا حتى مع تغيير المدربين عندهم مدرسه واضحه، مدرسه واضحه اشتغلوا عليها في الاتحاد الاسباني ومشروع لا ليجا، ومع حتى مع الانديه ابتدت تطبقه. واللي بيوحد على فكره اسلوب اللعب هي الدراسات التدريبيه، الرخص التدريبيه، لان هي اللي بتخلي كل المدربين طالعين بنفس لا بتخلي كل المدربين بيدرسوا بنفس بيتخرجوا من نفس المبادئ ونفس الافكار، وكل واحد بقى ايه بيبقى عنده 30% حته حريه في ان هو بينفذ حاجه مختلفه بتاعته. فده دليل ان هم شغالين بشكل كويس. انا شايف ان اسبانيا لو جالهم راس حربه محترم وسيرجي راموس صغير جديد او بويول، لا منتخب اسبانيا السنوات اللي جايه بتاعته بس لازم يكون عندهم اجنحه حريفه، ومحتاجين 2 مدافعين زي 2 اجنحه حريفه. خلي بالك انت ماتش المانيا ده اسبانيا كانت ممكن تكسبه يعني مرتاحه في الشوط الاولاني لو كان عندهم 2 جناحين حريفه، لكن كانوا هم اللعب بتاعهم كله على الاجناب. الموقف اللي كانوا بيلاقوا فيه حل كان الموقف اللي على الجنب، كلهم تروح الكره على الجنب، ولكن الجناحين بتوعهم اولمو واسينسيو مش حريفه، يعني مش فينيسيوس جونيور مثلا، مش زي الاجنحه بتاعت البرازيل. فدي اللي عملت لهم مشكله. صعب مش هيلاقوا حد زي بتوع ما هي دي المشكله، مش هيلاقوا حد، مش هيلاقوا. صعب جدا ان انت
تلاقي حد من امكانيات لعيبه البرازيل، حتى المنتخب الارجنتيني نفسه مش لاقي اجنحه زي لعيبه، مفيش المواهب دي، ما بقتش موجوده طارق زي يعني انت عارف يا ميدو، انا بثق ثقه كبيره جدا في دفاع المغرب بنص ملعبه. يعني سفيان مرابط ده واحد من اقوى الديفندرات اللي في البطوله، عامل بطوله عظيمه. ففكره انا مبسوط ان خلي بالك المغرب هتقابل اسبانيا، لان انا وليد الركراكي لو وقف في بيته في نص ملعبه بشكل كويس جدا والكوره قدامه، اسبانيا تقعد بقى معاهم الكوره مرر زي ما انت عايز تمرر، مفيش مساحات، انا مش قلقان. انا مش قلقان عليهم في حته ان هم صالد جدا، ان هم يعرفوا يدافعوا كويس. ودفنس اسبانيا لو اتعمل المرتدات بشكل كويس ممكن تخطف حاجه. ارجع بقى سريعا مع ماهر وحامد ونبتدي المنتخبات العربيه. يعني اكيد منتخب المغرب قدر يستطيع انه يتاهل، هيلعب منتخب اسبانيا. وليد الركراكي غير من شكل منتخب المغرب. بس انت البدايات كانت توديك للسعوديه. لا انا ما كنتش شايف ان منتخب المغرب يقدر يعمل حاجه في كاس العالم، لكن وليد الركراكي غير لي فكرتي تماما. قطعته يا ماهر يا جنينه. لا انا بعتذر له. وليد الركراكي مدرب يعني قدر يحقق مع المغرب انجاز كبير، ان يتاهل لدور 16 يصعد اول مجموعه. في راجل يعني قامه كبيره في الاعلام كان قال لك ان هو يعني المدرب الوطني هيوصل لنقطه بعيده وبتاع، لو تفتكر يعني لو تقولي اكيد حضرتك. ما تحرجنيش يعني. لا اكيد حضرتك طبعا قيمه كبيره وحضرتك قلت كده بالظبط. فلا وليد الركراكي يعني خلق روح داخل المنتخب المغربي. الاول كنا بنشوف في مشاكل من بعض النجوم داخل منتخب المغرب. حكيم زياش كان عامل مشكله كبيره مع خليلوزيتش. النهارده بنشوف خليل زياش حكيم زياش نجم الفريق، بيلعب بيسجل، واللاعب الاهم في الفريق اشرف حكيمي. اللعيبه كلهم اللي كان بيتقال عنهم ان هم. انت الان مقتنع منتخب المغرب ده ممكن يروح لفين؟ لا يقدر يعني بالاداء اللي شفناه وباللي حصل، لا يقدر يعدي منتخب اسبانيا، يقدر يعدي الاداء اللي عمله منتخب ابعد نقطه دور الثمانيه ولا لا؟ ان شاء الله تكون ابعد من كده. ابعد من كده. حامد انا شايف منتخب المغرب مع وليد الركراكي قدم مفاجاه عظيمه، وهو ما شرفش بس الجمهور المغربي، لا شرف الوطن العربي كله. انت شفت بقى من البدايه من البدايه هل كنت مثلا مع وجهات النظر الخاطئه اللي كان بيتبناها ماهر